الاندماج في ثقافة جديدة مش معناه ان انا ادوب بشكل كامل فيها وانسى كل شيء خاص بيا، لان في حاجة اسمها الاندماج الصحي. الاندماج الصحي ده يعني زي ما احنا كده عمالين نكرر كتير ازاي احافظ على اللي عندي، بحترم الاخر مهما كانت ديانته او ثقافته او معتقداته، ولكن مش كل حاجة هيقولوها او هيعملوها انا لازم ان انا اعملها زيهم واتأثر بيهم بشكل كامل. في حاجات ممكن اخدها تنفعني لنفسي، وفي حاجات مش هتبقى مناسبة ليا، زي ما هما برضه في حاجات هيشوفوني بعملها وليكن مثلا في مظاهر تدين معينة، وليكن مثلا في مظاهر احتفال بأعياد معينة، مش هياخدوا نفس الحاجات اللي أنا بعملها ديت ويعملوها. في حاجات ممكن ياخدوها وفي حاجات ممكن ما ياخدوهاش، والنسبة الأكبر مش هياخدوا كل حاجة. فأنا بروح مجتمع جديد عشان أحسن من عيشتي، مش علشان إن أنا ألغي نفسي تماما. ودي نقطة مهمة جدا هتساعدني بشكل كبير قوي إن أنا إزاي أعلم نفسي إن أنا اندمج اندماج صحي في المجتمع الجديد اللي أنا دخلت فيه. وده يخلينا نأكد دايما وأكد عليكم دايما، حافظوا على هويتكم الثقافية. ما سيبش هويتي وثقافتي وارميها تماما واقول اصل انا دخلت بلد جديد فهمشي بشكل تابع مع كل الناس اللي موجودين وانسى اصلي وجذوري. ولو انتي او انت بتعيش في غربة او مغترب مهاجر بتتفرج عليا ووصلت لحد هنا في الفيديو ده وحاسس وحاسه انك مش قادرين ان احنا نعمل الكلام ده لوحدينا، فخليني اقول لك انت مش لوحدك. العلاج النفسي هيساعدك كتير جدا ان احنا ازاي نعرف نتخلص من المشاكل اللي احنا حاسين بيها. ولو انا في مكان مش موجود معايا فيه ناس او متخصصين في العلاج النفسي بيتكلموا بنفس لغتي، فالعلاج النفسي الاونلاين سهل علينا كل ده. فلو انت او انت متردده او متردد وحاسه ان انت او حاسس ان انت بحاجه فعلا للدعم النفسي ومش عارف تعمل ايه او مش عارفه تعملي ايه ومش عارفين نعمل حاجه زي كده لوحدنا، فما تتردديش ولو لثانيه واحده او ما تترددش ولو لثانيه واحده انك تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين، وهتلاقي كل التفاصيل الخاصه بحجز الجلسات موجوده في الديسكريبشن اللي موجود تحت.